ازيكم يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. يا صباح التفاؤل والسعادة عليكم. بحب دايما اليوم اللي ببدأ فيه ان انا هنزل فيديو بيبقى يوم كله حماس كده ويوم نشاط وتفاؤل. فحبيت ان انا ابدأ الفيديو النهاردة. عملت كوباية نسكافيه كده عشان افوق وابدأ معاكم الفيديو. النهاردة هنعمل أكلة جميلة وهنعمل ريفيو كده عن طقم صواني بايركس. انا كنت جبت الطقم ده من فترة فكنت حابة ان انا اوريهولكم. هو طقم صواني بايركس عبارة عن 3 صواني بأحجام طبعا مختلفة. اللي عجبني فيه ان الصينية اكبر مقاس فيه هي كبيرة، يعني ممكن تاخد كذا حاجة، ممكن تاخد فرخة مثلا كلها. بس المشكلة ان الصواني دي الحرف بتاعها يعني مش كبير، فمش بتاخد الحاجة كتير، يعني مش بتاخد كمية كبيرة. فده صراحة الحاجة اللي ما عجبتنيش فيه. بس هو كويس جدا كماتيريال جميلة. الازاز بتاعه تركي جميل جدا، وشكله اصلا تحس ان هو الخامه كده خامه مصروف عليها، يعني خامه نظيفه قوي. الازاز بتاعه جميل وشفاف، وبعدين تقيل كمان. حجمه تقيل، مش تقيل قوي، بس هو كويس ومناسب جدا. كنت فاكره ان الحفر ده اللي هو فيه من جوه بس هو من بره. بس الصراحة الإزاز بتاعه جميل جدا، عجبني قوي. وعجبني قوي شكله كده من بره، فحبيت ان انا اوريهولكم قبل ما استعمله. النهاردة هستعمل صينية اللي هي الصينية اكبر مقاس. انا كان عندي طقم تاني بس ما كانش فيه الصينية اللي هي المقاس الكبير ده. وصراحة كان مريحني جدا. بس حبيت ان انا احط في مقاس كبير شوية. فقلت اما استعمل الصينية الكبيرة فيه. غسلتها وقلت اعمل فيها كده، نعمل مع بعض صينية خضار ونحط فيها الفراخ. انا كنت عايزه اعمل خضار، عايزه اعمل حاجه خفيفه تكون ما فيهاش سمنه ومش دسمه. بحيث ان كمان هي تبقى تدفينا يعني في الشتاء ده وكده، وفي نفس الوقت ان احنا عندنا برد، يعني ما نتأثرش بالسمنة والكلام ده. فجبت النهاردة شوية خضار كان عندي في الفريزر. وكان في بقية الفرخة اللي انا كنت عملت منها النجريسكو. حبيت ان انا استغلها كويس قوي، فقلت بقى ان انا غسلتها ونقعتها في المحلول. وبعد كده تبلتها، حطيتها في التتبيلة بتاعتها حوالي نص ساعة. كنت عاملة لها تتبيلة جميلة جدا. كنت عاملة معلقة خل ومعلقة ملح وتوابل اللي هي بهارات الفراخ. وما بحطش ملح بقى عشان ايه البيبي صغير وكده. بحط نص ليمونه. وتبلتهم، عملت لهم ميكس كده مع بعض وحطيتها في التتبيله حوالي نص ساعه. بعد كده المفروض ان انا بحب اشوح الخضار كويس قوي قبل يعني ما احطه في الصينيه وكده. الاول بشوح الخضار، كمان بشوح البصل علشان اضيع الريحه اللي فيهم. ويتدبلوا كده معايا، بس ياخدوا بس تتبيلة كده بسيطة كده. وبعد كده انزل عليهم بالفراخ. كمان انا بشوح الفراخ، مش بحب احطها وهي كده في الصينية من غير مثلا ما اخليها تاخد صدمة وتنزل العصارة اللي فيها وتتدبل كده. بس فانا حطيتها في الصينيه. صراحه كنت خايفه جدا وانا بستعمل الصينيه دي، لان الحاجه لاول مره بتبقيش عارفه طبعا هي ممكن تتكسر مني، ممكن تبقى كويسه. بس الحمد لله يعني، وعدت على خير واستحملت الحراره جدا. كنت خايفه جدا، انا كنت عايزه ادخلها الفرن لان كنت خايفه عليها. فقلت استخدمها على البوتاجاز الاول واشوف هتعمل معايا ايه. بس الصراحه لا، نفعت جدا يعني. هي كويسة، بس مشكلتها ان هي مش بتاخد كمية كبيرة. فيعني لو حلة تبقى الحلة اللي هي البايركس دي هتبقى احسن. بس انا ما كنتش لاقيه الحلة فاستخدمت الصينية ديت. قلت اما اجرب كده الصواني هتبقى شكلها ايه في الاستعمال، يعني وبالذات الصواني البايركس. بس الصراحه هي تنفع مثلا لمكرونه بشاميل او نجريسكو او حاجه زي دي. لكن مثلا ان انا احط فيها فراخ وحابه ان انا اغطي الحله كويس واكتم البخار وكده مش هتنفع خالص. فنزلت بالفراخ وابتديت ان انا اديها صدمه اهوت وانا بتك عليها عشان تنزل العصاره اللي فيها. بس مشكله الصينيه بقى ان هي كانت بتلزق، الاكل بيلزق فيها بسهوله جدا. حسيت كده ان اي حاجه بحطها فيها بتقوم لازقه. فما حبيتش الحته دي خالص. اول ما حطيت الفراخ فيها الفراخ لزقت على طول. مع ان انا كنت موطيه النار، ما كنتش معلياها قوي. كمان لما حطيت الخضار برضو اتلسع ولزق فيها جدا. فما حبيتش كده خالص. آه،
فيا ريت مثلا لو احنا بنستخدمها لاول مره ان احنا ما نعملش فيها فراخ او حاجه كده، نعمل مثلا مكرونه بشاميل او حاجه يعني غير الفراخ او غير ان حاجه تلزق فيها. بس هي كنوع او كاستحمال للحراره هي كويسه جدا، وشكلها جميل جدا، وشكلها يعني كماتيريال جميله جدا. يعني لو بنعمل لحمه مثلا ومقطعينها حتت صغيره هتبقى احسن بكتير من ان احنا نستخدم الفراخ، لان الفراخ بتبقى عايزه حراره اعلى وبتبقى عايزه تتغطى عليها. فانا كنت هنا بشوح الفراخ، ومرضتش برضو ان انا احط سمنه او احط زيت علشان ما اتعبش وكده. فقلت ان انا اعمله مثلا خضار يبقى سوتيه كده ني في ني، وانزل عليه بالفراخ، والفراخ برضو الدسامه اللي فيها هي تدي للخضار طعم، وهيظبطوا يعملوا ميكس مع بعض في الطعم. فحطيت الفراخ خدت صدمه وهشيلها وبرضو هنزل بالخضار برضو هياخد صدمه. لان طبعا ما ينفعش برضو ان انا اعمل خضار من غير ما ياخد تتبيله كده، من غير ما ادبله في الصينيه واضيع ريحه الخضار اللي بتبقى فيه. فنزلت بالخضار، كان عندي باميه وكان عندي فاصوليا خضراء من فتره الصراحه. فقلت اما انا استخدمهم علشان انا مش بحب الحاجه تغيب في الفريزر. لان الخضار او عموما اي حاجه بتقعد في الفريزر اكتر مثلا من شهر بتاخد ريحه الفريزر، وبحس ان هي طعمها ما بقاش فريش كده. فانا بحب الحاجه دايما اعملها تكون فريش ويكون طعمها باين في الاكل، تكون النكهه بتاعتها كويسه جدا، ما تكونش مثلا واخده من ريحه الفريزر. حتى لو الفريزر نضيف برضو بيدي ريحه، وحتى لو نوع التلاجة اعلى حاجه بس برضو مش بتطلع لي الخضار ان هو فريش كده وطازه. فحبيت ان انا اخلص من كذا كيس يعني وكده، علشان طبعا ان شاء الله نعمل مع بعض تفريزات رمضان. كل فتره كده هجيب شويه مثلا خضار، كل ما اجيب خضار هعمل كيس وكيس تاني احطه في الفريزر. مثلا هجيب فراولة او جوافة او كده هعمل برضو واحطه في الفريزر، فده بيسهل علينا جدا. غير لما نجيب كمية مثلا وبنبقى دافعين فيها رقم كبير فبتكلفنا. لكن لو مثلا انا جايبه فراوله وفي اخضر منها مثلا فبقوم حاطاه في الفريزر، يعني غسلاه كويس وشايله العنق بتاعه ومصفياه وحطاه في الفريزر. ده بيبقى احسن لي وبيوفر عليا جدا. وعموما الحاجه كل ما بتيجي واحده واحده احسن من ان انا يعني اتقل الحاجه على نفسي مره واحده والزم نفسي ان انا هعملها. فكده كويس يعني. مهم ان انا حطيت الخضار خد تشويحة كده جميلة، ولفيته كمان مع البصل كويس كده وعملوا ميكس مع بعض بقى، والريحة كانت قلبة الدنيا حقيقي، الريحة كانت تحفة. ونزلت بقى عليهم بالفراخ. انا كنت حاطة بهارات على الفراخ كتيرة شوية، فحسيت بقى ان البهارات دي غيرت شوية من الخضار، خصوصا كمان ان انا ما كنتش حاطة طماطم. انا ما حطيتش غير طماطمتين وحوالي معلقة صلصة كبيرة بس. فهنا زي ما انتم شايفين كده الفراخ كانت استوت معايا، وطبعا طلعت كذا يعني، طلعت منها اللي هي الحتت اللي كانت بسيطة دي، وقلت بقى ان انا هدخلها الفرن عشان تاخد وش. وكنت عملت هنا رز اللي هو الرز الحبة وحبة، عملته في الحلة وكان خلاص استوى، وكان الاكل اصلا كله بقى جاهز يعني فينش خالص. دخلتها بقى الفرن خدت لون وطلعت يعني احنا بنحب شوية ان احنا نديها لون ويبقى لون تقيل كده وننشفها في الصينية. ما بنحبش ان هي يتبقى فيها مية، في ناس لا بتحب ان هي يبقى فيها مية كتير وكده، بس احنا مش بنحب كده. وكمان مش بنحب ان احنا نحط عليها طماطم كتير ونسبكها وكده، بتبقى دسمة كتير واحنا عندنا اطفال فبيبقى صعب على معدتهم وكده. انا بحس ان هي تقيلة على معدتهم فمش بحب ان انا اعملها كده. وهنا كنت حطيت الرز وحطيت الخضار وكده، بس كان الوقت متأخر وقعدنا نسهر مع بعض. كنا متجمعين كده وكلنا والعيلة وكده. فقلنا نجيب حاجة حلوة. جبنا جاتو والصراحة كان قمر. هو من عند المصري، هو جميل جدا طلع كويس يعني. بيتعرف الجاتو من الكيك بتاعته، وان هو ما يكونش فيه كريم شانتيه كتير مغطي على الكيك. وكان روعة الصراحة. كان طعمه جميل جدا.
وما كانش دسم كده، لا كان جميل. بالعكس الصراحة ما كانش عندي طاقة ان انا اعمل حلويات يعني، فقلنا نشتري حاجة جاهزة وكده. ودي كانت الأكلة بتاعتنا النهاردة، ويا رب يكون الريفيو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. وأشوفكم في فيديو جديد على خير إن شاء الله.